السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. حبيت النهارده ان شاء الله نعمل حاجه كده، حلويات كلها مش اكل، وبرده ان شاء الله هتبقى سريعه معانا. منها كب كيك بالفواكه المسكره للاطفال، ممكن نحطها لهم في اللانش بوكس تغيير من السندوتشات. وكمان هنعمل ام علي خفيفه ان شاء الله تعجبكم يا رب باذن الله. انا جبت طبق ملفيه، بدل ما بنقعد نجيب اللي هو ام علي اللي هي بتبقى علبه كده صغيره وما بتكفيش وغاليه جدا. لا، انا بجيب الطبق الملفيه ده اهو يا جماعه، بيبقى عامل نص كيلو، بيبقى ب 35 جنيه اهو. علشان الناس اللي بتقولي انت بتقولي اسعار فيك ومش موجوده وبتتكلمي في حاجه خياليه، لا انا بدور على الحاجه الرخيصه علشان اعرف امشي نفسي وامشي الميزانيه بتاعتي. يعني اكيد انا ما شاء الله، لو اللي دخل واشترك في قناتي عارف ان انا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. تبارك الرحمن، معايا 4 اطفال، فلازم بدور على الحاجه الارخص والاحسن برضو. يعني مش حاجه اكيد هتبقى معفنه، لا اكيد هتبقى حاجه كويسه. فجبت اهو الملفيه عندي، هحطه كده وهبدا اكسره في الفلوس، وما بيبقاش ليهم نفس اصلا يا جماعه ياكلوا. احط كده كل البسكوت عندي كده. بس كفايه كده، مش هحط اكتر من كده، كده كويس قوي. وعندي كيلو لبن، عندي كيلو لبن غلياه كويس قوي، وحاطه فيه كوبايه سكر. طبعا السكر عندي حسب الرغبه، معلش انا نسيت. هحط بقى معاكم واحده فانيليا، احط فانيليا في اللبن، احط واحده فانيليا في اللبن، بتعمل ريحه جميله جدا. سواء دي اللي عنده اللي هو الباكت الصغير ده، او اللي هي السائل عادي برضه هتبقى جميله. كده قلبتها، بصوا ريحه اللبن اصلا من قبل ما نعمل اي حاجه، ريحه الفانيليا طلعت في اللبن جميله. جربوا كده شويه الوصفات اللي انا بقول لكم عليها، وكلها ما بتاخدش وقت لو انتوا ملاحظين. يعني انا كلها حاجات بدور عليها سريعه. ننضف مكاننا اي حاجه وقعت كده. خلاص اهي هي جاهزه عندي. هعمل ايه بقى؟ هحط عندي سمنه كده على الوش، اي نوع انت بتستعمليه ويكون كويس. مش هكتر برضو علشان ايه اطفالنا لو بياكلوا منها، عشان ايه. وهحط على الوش كريمه لباني اهي. عندي علبه الكريمه دي يا جماعه عامله 15 جنيه، برضو حاجه رخيصه. انا هجيبها، انا على فكره عملت منها كذا حاجه معاكم، يعني مش بجيبها وخلاص انا هخلصها في مره واحده، لا. كده اهو، كده اول وصفه معانا خلصت، اللي هي ام علي. وهدخلها الفرن، كده خلصت وهدخلها الفرن. انا دخلتها الفرن يا جماعه. ودلوقتي جبت ايه القالب بتاع الكب كيك، وهبدا احط فيه الورق اهو. انا مشتريه علب الباكت ده كله على بعضه كده في 100 واحده ب10 جنيه. انا بقول لكم الاسعار اللي في المحافظه بتاعتي، علشان بس الناس اللي بتقول هو فين ده والاسعار دي، انا بقول الاسعار يا جماعه اللي عندي في المحافظه بتاعتي انا كده. وهركن القالب ده كده بعد ما خلصته،
هركنه على جنب. هجيب بقى هنا عندي، هنا معايا بيضة، اهم حاجة عندنا واحنا شغالين مرميش هنا البيضة وانا بعد ما افتحها او مثلا ارمي الكيس في الارض، لا هبص بعد ما هعمل الوصفة هتعقد، مش هحب ان انا اعمل حاجة تاني. لا هو بصوا دوسة كده على سلة الزبالة هتلاقوا نفسكم راميين الحاجة، الورقة او الكيس او الحاجة اللي انتم مخلصينها، هتلاقوا نفسكم الدنيا زي الفل معاكم. واول باول اغسل حاجتي. كده هضرب البيضة مع الفانيليا. هحط ذرة ملح، ذرة يا جماعة مش هحط كتير. اللي ما عندوش مضرب هحط كوباية لبن اهي، وهحط كمان ربع كوباية زيت، وهحط كوباية السكر، وهضرب. علشان خاطر السكر عندي يدوب هحط واحدة بيكنج باودر على هفضيها على الدقيق كده. بس عايزه اقول لكم ان ريحه ام علي طلعت من الفرن تجنن. هبدا احط الدقيق بتاعي اللي هما كوبايتين دقيق، الوصفات دي يا جماعه حتى لو عندي طفل صغير مش بيروح مدرسه ولا حاجه وبيصحى بيغلبني في الاكل، هحط الوصفه دي او هحط له واحده كب كيك في طبق كده من بتاع الاطفال الجميل ده، وكوبايه عصير او اي حاجه، وياكلها الصبح، يعني مش هيغلبك. خلاص العجينه بتاعتي جاهزه. هحط بقى واحده، بصوا العلبه دي انا برضو كنت واخده منها قبل كده، دي فواكه مسكره، هتروحوا عند الراجل بتاع الحلواني اللي هو المستلزمات الحلويات وتقول له عايزاه فواكه مسكره، هيديك علبه زي دي. العلبه دي يا جماعه عامله 7 جنيه، وطبعا برضو هاخد منها وبعمل منها، ممكن اعمل منها وصفتين 3، مش لازم ان انا احطها كلها كده. وهضرب كمان مره. انا خلصت. وهشيل كمان ده معايا. هبدأ احط عندي كده احط كده عندي بالراحة، بسم الله. وافضي في لو حبيت احط على الوش تاني، احط كده. انتوا عارفين ان الاطفال بتموت في حاجه اسمها الوان، يعني اي حاجه العبي فيها بالالوان، بس طبعا يعني الحاجات اللي زي كده حاجات مفيده، مش الوان الوان يعني.
او الوان طعام صحيه. كده اهي خلصتها وهدخلها برضو كمان الفرن. كده يا بنات انا طلعت ام علي اهي زي ما انتم شايفينها. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا. شايفين لونها تحفه، وطبعا الابيض ده الكريمه اللباني. وانتوا بقى بتاكلوها تحسوا ان انتوا بتاكلوا ام علي بالقشطه، يعني هتلاقوها جميله جميله معاكم بألف هنا. وعندي الكب كيك في الفرن اهو، قرب يطلع برضو، هوريه لكم معاه. طبعا اللي انا حطيته في الفرن ده يا جماعه مش كل الكميه، بصوا انا باقي عندي لسه تاني، بس انا علشان ما عنديش قالب تاني فمستنيه اللي يطلع ده طبعا هبقى احط مكانه. كده اكون يا جماعه طلعت معاكم الكب كيك، لسه مطلعاه من الفرن اهو. طبعا مش هقدر يعني اشيله كله، بصوا اهو، طبعا علشان لسه طالع من الفرن اهي. شكلها جميل، وان شاء الله باذن الله طعمها يبقى اجمل ويعجبكم باذن الله. ودي كانت وصفاتي النهارده. عملت لكم الكب كيك، وعملت لكم ام علي بطريقه جديده او باضافات جديده. ان شاء الله يا رب تعجبكم ويكون خفيفه على قلبكم. ولو عايزين اي استفسار او اي وصفات جديده اطلبوها مني واكتبوا لي في الكومنتات وشجعوني، وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه بقى عشان تكبر بيكم، وتشجعوني ان انا اعمل لكم حاجات احسن واجدد واسرع. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. مع السلامه.